سلام، أنا محمد عاشور ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم يا جماعة الخير جيت على المول. اسم المول جاردن اشي زي هيك، مش متذكر اسمه لسه أول مرة أجي عليه. لازمني كثير أغراض لأنه أنا صار لي تقريبا بس 4 أيام هنا في جنوب أفريقيا، وخصوصا صار لي يومين في مدينة جورج. فأنا لما اجيت من سوريا كنت في سوريا، وهي قصة لحالها راح أحكي لكم إياها في فيديو لحال. لما أنا جيت من هناك ما جبت معي أغراض أبدا، فأنا لازمني شوية أغراض للبيت لازم أشتريها، لأنه المكان اللي ساكن فيه بعيد شوي عن هنا. لازم لو محتاج مثلا أغراض للبيت لازم كل أسبوع أو أسبوعين تيجي مرة على المنطقة هاي عشان تأخذ أغراضك لباقي الشهر، لأنه المكان يمكن بعيد 40 دقيقة من هنا في السيارة. فاليوم جاي أجيب شوية أغراض وأخذكم معي لفة هيك سريعة وبسيطة، إن شاء الله تستمتعوا بالفيديو، خليكم معي. هنا كأنه بربحوا سيارات لما تشتري من الماركت هاي. فحاليا اول شيء بدي اساويه اني اروح اشتري ترايبود، هيك اشي صغير على اساس انه انا لما بدي اصور اكون واقف في مكان او قاعدة في مكان اعرف اركز التلفون عشان اعرف اصور. خلينا اول شيء نروح نشتري ترايبود. اشتريت هذا الترايبود، بنفع للكاميرا وبنفع برضو معه قطع على التلفون. محرمات يا جماعة الخير، ربنا يبعدنا عنها. حاليا هذا المكان ببيع كل اشي، من خضار فواكه، كل اشي ممكن يخطر على بالكم موجود في هذا المحل تقريبا. يعني خلينا ناخذ لفة فيه ونشوف ايش ممكن نلاقي من الاشياء اللي بدي اياها. شوفوا في افوكادو، موز، باقي الخضروات كلها، وهنا مثلجات. واحيانا حتى الفواكه والخضار بيعملوها كيف، بقطعوها هيك بشكل جاهز، تقدروا تشتروها جاهزة او مبكتة بدل ما انتم مثلا مش فاضيين تقطعوا وتجهزوا وكذا. فإشي مرتب صراحة. حتى شوفوا الفواكه، بعمل لك باكيتات فواكه أسعارها مثلا هاد تقريبا 20 راند. 20 راند هنا كل 17.5 راند $1. فكويس يعني، هي تقريبا $1 سعره، وإشي مرتب ونظيف نظيف نظيف كثير يا جماعة الخير. أنا من أول ما جيت أول كم يوم هدول وأنا بشوف الأشياء والمنتجات الموجودة هنا، ما كنت أتوقع هيك إنه جنوب أفريقيا بتجنن لهالدرجة ونظيفة لهالدرجة. فاهمين كيف؟ كثير كثير مصدوم منها ما شاء الله. مجلات وكتب للي بحب القراءة وهيك. هنا عاملين عروض، وهنا في أشياء مكتبية قرطاسية كذا. ما بعرف شو هدول صراحة. اوكي، بتقدر تعبي هنا مثلا، تجيب معك الجنية تبعتك من البيت وتعبي هنا باللتر. هيو سعره 1 راند، يعني يا بلاش اللتر ب1 راند يا بلاش. وهنا باقي انواع المية. ما بعرف. المشكلة هنا يا جماعة الخير كمان، مثلا قولوا انه انا جعت وبدي اكل، طلع صعب كثير تلاقي اكل حلال. حتى مثلا انا شو كنت مفكر انه والله مثلا بدي اشتري دجاج، الدجاج انه حلال، يعني ممكن اذا لحمة ما اعرف من وين اصلها ولا من وين جاية، انه ممكن تكون لحمة خنزير. فحتى الدجاج طريقة ذبحه عندهم غير. فصعب جدا جدا ونادرا انه تلاقي حدا ببيع لحم او دجاج مذبوح بطريقة اسلامية وحلال. بس برضه انحكى لي انه في هنا برضه طبعة تنحط على كل منتج اذا هو حلال او لا. اذا لقيت الطبعة هاي بتكون اشي يعني من مؤسسة مضمونة 100% انه هذا المنتج حلال. يعني فهمتوا علي كيف؟ راح اورجيكم مثال. هلا جيت على قسم اللحوم لاورجيكم مثال. مثلا مش كاتبين عليه حلال، فهو بكون مش حلال اصلا. يعني هذا الاشي في بورك اللي هو الخنزير 27%، ولحمة 64% و6% مية. حتى قاعد بدور والله العظيم انه الاقي لكم اشي حلال، مش ملاقي لسه. احنا قسم الدجاج، خلينا نشوف يا رب الاقي اشي حلال. خلينا نشوف. شوفوا يا جماعة الخير، بعد ما دورت بعيدا انه هي نظيفة ولا لا، بس هنا مكتوب حلال لو شايفينها. هاي اول واحد اشوفه ما بين هدول كل هاللحوم انه هو حلال. كثير كثير صعب هالموضوع هنا، وما كانش في بالي هذا الاشي. وانا في الطيارة رايح من مدينة كيب تاون لمدينة جورج، اعطوني هي سندويشة فيها دجاج، بس ما خطر لي اسال هي حلال ولا حرام، لانه مش متعود. في تركيا لما كنت عايش في تركيا او في سوريا او في مصر او في اي دولة رحت لها قبل هيك، دول اسلامية كانت. وجنوب افريقيا مش دولة اسلامية، فيها 80 مليون نسمة، منهم 2 مليون بس مسلمين اصلا. فبعد ما انا نزلت في المدينة واكلتها وقابلت صاحبي وقال لي انه ممكن ما تكون حلال، حسيت بصدمة انه كيف هيك، ليش هيك. المكان ما شاء الله متاهة، وين ما تروحوا الواحد بتحسوه بضيع. فأنا يعني حتى أغراضي مش عارف من وين بالضبط أروح أجيبها، لازم أسأل
لانه لازم انجز. صاحبي لازم يجي ياخذني، هو طلع على المسجد. يمكن اليوم نروح ننظف المسجد، لسه مش عارف صراحة. قبل ما يجي لي انا لازم اكون مخلص كل اموري. وحس حالي يمكن لاحظتوا انتوا زي مش خجلان من الكاميرا، بس صار زمان مش مصور، فاهمين علي كيف؟ كثير شعور غريب، وكثير مشتاق لهالشعور انه اصور ومنتج وانزل واستمر وكذا. فان شاء الله الفيديوهات الجاية انا بدي احاول اورجيكم جمال المدينة، الطبيعة الموجودة هنا، الشلالات، الخضار، الجبال، البحيرات، الاكواخ، اشي بسم الله ما شاء الله. جبت ماكينة وجبت شامبو، جبت صابونة، جبت قصافة اظافر، جبت معجون اسنان. حاليا جاي بدي اجيب مخدة، بس مش عارف اذا هدول المخدات صراحة. تعال نشوفهم. لازمين كثير، بس هدول كأنه مش مخدة اصلا. شو هدول؟ كيس بتحطوا فيه كأنه الأواعي وبترموه جوا الغسالة أو شي زي هيك. صراحة ما بعرف، ما فهمت لشو بالضبط، بس هدول الأغراض كلها للكامبينج وهيك. يعني لازمنا مخدة. خلينا أسأل هنا إذا ببيعوا ولا لأ أصلا. جبت الأغراض كلها، بس ضايل أشتري مخدة، فجيت على هذا المحل. خلينا نشوف إيش في عندهم خيارات. لقيت عندهم كم من خيار، بس ما بعرف هذا حجمها ولا سعرها. انه غريب، اذا هذا سعرها فكتير كويس. خلينا اسألهم. 50 يعني تقريبا $2 وشوية، $2.5. Hello. This number is the price? Yes. Oh, okay. Can I find a cover for it? Cover for? For the pillow. سعرها 50. خلينا ناخذ 200. والله اخذ 200. ما بعرف تكون مريحة ولا لا، بس خلينا نجربها. يعني كويس، كتير رخيص سعرها. هاي الكفرات، بدي اجيب كفر، جبت 200. هاي الالوان كلها، بس انا اخذت هذا اللون لانه الشرشف تبع التخت اصلا نفس اللون هذا، خلنا اخذه. الواحد سعره 19، يعني تقريبا $1. كثير كويس. او انا مضحك علي، مش عارف صراحة. اوكي، دن طلع سعرهم كلهم مع بعض 130. يا سلام. هاي اسم المكان. اسعاره رخيصة صراحة، ما بعرف ليش، او هو الاسعار هيك بجنوب افريقيا بشكل عام. صراحة ما بعرف. المول هاد ما شاء الله له مليون مدخل ومليون مخرج. فانا سبحان الله جيت على نفس المكان هيك بالغلط. المهم بعد ما اخذت الاغراض كلها بدي اقعد هنا شوية بس افكر، لانه في كثير افكار بمخي، فاهمين علي، ومش عارف كيف او متى راح انفذها اصلا. بس لازم اشتغل، عرفت علي كيف؟ حاليا انا قاعد بصور من التلفون، عندي كاميرا بس لازم اشتري مايكروفون. فما بقدر اصور بالكاميرا لانه الصوت هيطلع كثير بشع، وانا خايف اصلا الفلوج اللي انتوا قاعدين بتشوفوه بالتلفون صوته يكون مزعج. فاذا كان الصوت مزعج فاعذرونا. هنا بنكون وصلنا لنهاية المقطع. بتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وما تنسوا الدعاء لأهلنا في غزة. حاليا الوضع جدا صعب. كان معكم محمد عاشور، اشوفكم الفيديو الجاي. بيس اوت.